اهلا بكم في حلقه جديده من Ancient Egyptian Language Revival. الحلقه دي احنا عايزين نبتدي بالادب المصري القديم. لما واحد بيبتدي يدرس علم المصريات في الكليه، من اول قصص واحد بيقراها في الكليه هي قصه البحار التائه. القصة دي مذكورة على بردية واحدة بس باللغة المصرية الوسطى بالخط الهيراتيقي. القصة تحكي عن عودة مركب من رحلة استكشافية في النيل. في القصة دي واحد من البحارين الشطار الشمس إيكر بيحكي لرئيسه عن قصة حصلت معاه في رحلة قبل كده في البحر. أكتر الأحداث في القصة تدور داخل قصة أخرى، يعني هي قصة في قصة. الشمس إيكر بيحكي إن هو كان مع فرقة كبيرة لرحلة لمناجم على ظهر مركب في البحر، وهبت عاصفة غرقت المركب ومات الكل على المركب ما عدا الشمس إيكر. كلمة بحر باللغة المصرية الوسطى واجوار. المعلومة دي هتبقى مهمة في الحلقة الجاية. حدفته الأمواج على جزيرة وقضى 3 أيام في مأوى خشب، وبعد كده ابتدى يدور على أكل على الجزيرة. الشمس إيكر لقى أكل كتير على الجزيرة، فاكهة وخضار أسماك وطيور. الشمس إيكر قعد وعمل نار، وفجأة سمع صوت رعد والأرض ابتدت تتهز، وظهر تعبان ضخم جسمه مطلي بالذهب وسأله مين اللي جابك على الجزيرة؟ لكن الشمس إيكر مردش. بعد كده التعبان الضخم أخذ الشمس إيكر لبيته وسأله مرة تاني مين اللي جابك الجزيرة؟ الشمس إيكر حكاله ازاي المركب بتاعته غرقت والأمواج حدفته على الجزيرة دي. التعبان الضخم طمن الشمس إيكر وقال له ما تخافش، بعد 4 شهور هتيجي مركب عليها بحارة انت تعرفهم وهياخدوك معاهم ترجع لبلدك. التعبان الضخم حكاله كمان ان هو ما كانش دايما لوحده على الجزيرة، كانوا 75 تعبان مع بعض، وكان ليه اصغر بنت ومسميها كيتد. لو انتوا عايزين تعرفوا ايه اللي حصل للتعابين التانية وايه اللي هيحصل للشمس إيكر، انتوا ممكن تقروا كتاب Middle Egyptian Literature by James P. Allen. الكتاب ده مدخل حلو جدا للأدب المصري القديم. في الكتاب ده مش هتلاقوا بس قصة البحار التائه، لكن كمان قصص مصرية قديمة تانية. في جزء الإتيمولوجي ده أنا عايز أتكلم عن شوية كلمات موجودة في بردية البحار التائه احنا لسه بنستعملها في اللغة المصرية العامية. في أول القصة الشمس إيكر بيقول لرئيسه الحاطي عا مأ بحلن خنو، بمعنى بص احنا وصلنا البلد. مأ معناها بص. الشمع اللي انت حطاه ده ولعي النور، هو جوع وعينينا تتمقق. بحنن معناها وصلنا او خلصنا. 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنياء قوي كده. كنا اغنياء قوي كده، انما دلوقتي اللي حصل، فانا مضطر ابيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها ديت. احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك لطيفه وبتطل على مستر عبد الله. ايوه شقة الزمالك بح. اوكي. او تيبوح امتكوك. خنو معناها زي ما قلنا في حلقة 4 مكان داخلي، أو زي في المحتوى هنا بيت الواحد، بلد الواحد، أو باللغة الإنجليزية your home. التعبان الضخم مسمي أصغر بنت كيتد، اللي منها أصل كلمة كتكوت. كلمة كتكوت بيدلعوا بيها الأطفال وهم صغيرين، والبيضة لما بتفقس بيطلع منها كتكوت مش فرخة. استني يا مدام، هدية علشانك حلق. يا روح النن وريني كده كتكوتي كتكته بودني. يا اخواتي كل شأن صغير حلو. يعيش يوسف به، يعيش يعيش يعيش. كلمة نونة أو نونو اللي موجودة برضو في مقطع الفيلم الأخير ليها أصول في اللغة المصرية القديمة، بمعنى بيبي، طفل، أو أي شيء صغير. الكتمي هو اللي عنده عيال يعرف الراحة. معلش بس لازم ترتاحي في السرير برضه. كمان كلمة صغنن خليط من الكلمة العربية صغير والكلمة المصرية القديمة نن، بمعنى طفل أو بيبي. هي الأمورة الصغننة فيه
الأمورة الصغيرة في النادي. عندها تدريب، متفوقة رياضيا جدا. احنا دلوقتي هنشوف سبوع مصري بتقاليد مصرية من فيلم الحفيد.